بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في عالم فطوم أحلى. اليوم إن شاء الله جاياكم فيديو جديد عبارة عن داود باشا بالبطاطس، وحنشوف الطريقة. أول شي هنا في الزبدية فرمت كزبرة وبصل، وحطيت عليها لحم مفروم، حطيت هنا صلصة الصويا، بهارات مشكلة، كاري، فلفل أسود، كمون، كزبرة، شوية قرفة، ملح، وأبدأ أخلطهم جيدا وأكورهم إلى دوائر. في الطوة زبدة، زيت زيتون، أحط البصل على طول، فلفل رومي ألوان، أخضر، أصفر، أحمر، وأبدأ أول ما تبدأ تذبل البصل أبدأ أرص عليها الكور اللي هي اللحم المفروم. شايفين كيف رصيتها كأنها صينية. أوطي عليها النار وأغطيها تستوي بنفسها وتتماسك، لا تقلبيها بالمرة عشان ما تتفكك عليكي. هنا عصرت بندورة وحطيت عليها بهارات، كزبرة، بهارات مشكلة، كمون، فلفل أسود، كاري، بابريكا، حطيت توم، حطيت معجون الطماطم. وهنا شايفين قلبتها جيدا، شوفوا الحبات كيف تماسكت. أبدأ أرص عليها البطاطس، أقطعها إلى مكعبات صغيرة كصينية. رصيتها، شايفين الطبقة الأولى بصل وفلفل رومي، بعدين كرات اللحم، بعدين البطاطس، وهنا الخلطة اللي سويتها سقيتها من فوق بدون تقليب، وأخليها على نار هادئة. شوفوا ما شاء الله بدأت تتماسك. أوريكم كيف الحبات. شوفوا هنا اللحم حباته زي ما هي، سويت معاها رز وسلطة. يعني دائما نسوي الأشياء اللي يحبوها الأولاد في البيت. هذا الرز الأبيض، وهذا طبقنا. صراحة شكل وريحة وطعم ما يمزح، جربوها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.